إليكم 10 معلومات مدهشة عن ألعاب الفيديو. سواء كنت من عشاق الألعاب أو حتى شخص غير مهتم، هتشوف حقائق غريبة ومثيرة للاهتمام عن عالم الألعاب. لكن قبل أن نبدأ، من فضلك اشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. في قناة مضمون.com. رقم 1. اللعبة الأولى في التاريخ هي لعبة تنس للاثنين عام 1852 على جهاز كمبيوتر ضخم، وكانت بسيطة جدا مقارنة بألعاب اليوم، لكنها كانت البداية لتاريخ ممتد ومليء بالإثارة. رقم 2. لعبة بونج قلبت الموازين في عام 1972. أطلقت شركة أتاري لعبة بونج التي كانت عبارة عن لعبة تنس طاولة بسيطة، ولكنها أصبحت أول لعبة فيديو تحقق نجاحاً تجارياً واسعاً. رقم 3. لعبة تتريس تم تطويرها عام 1984 من قبل المبرمج الروسي أليكسي باجيتنوف، وهي لعبة الألغاز التي حازت على قلوب ملايين اللاعبين حول العالم بفضل بساطتها وإدمانها. رقم 4. عندما كادت صناعة الألعاب تنهار في الثمانينات، جاء سوبر ماريو لإنقاذ الموقف. لعبة سوبر ماريو بروز التي أصدرتها نينتندو في 1985 أحيت صناعة الألعاب وجعلت نينتندو قوة عالمية. رقم 5. ألعاب الفيديو أصبحت رياضة عالمية. ما كان يعتبر سابقاً مجرد تسلية فردية تحول إلى رياضة إلكترونية عالمية، حيث يجتمع الملايين لمشاهدة محترفي الألعاب يتنافسون في بطولات ضخمة مثل بطولات فورتنايت وليج أوف ليجندز. رقم 6. أكثر الألعاب مبيعاً على الإطلاق. ماينكرافت هي أكثر لعبة مبيعاً في التاريخ بفضل عالمها المفتوح وإمكانية الإبداع اللامحدود، حيث بيعت أكثر من 238 مليون نسخة منذ إصدارها عام 2011. رقم 7. لعبة إي.تي الكارثية التي أصدرتها أتاري في 82 واحدة من أسوأ الألعاب في التاريخ، وكانت فاشلة لدرجة أن الشركة قامت بدفن نسخها في الصحراء. رقم 8. أول جهاز ألعاب محمول، جهاز جيم بوي الذي أطلقته نينتندو في 1989، كان أول جهاز ألعاب محمول ناجح تجارياً، وكان يعتبر ثورة في عالم الترفيه، حيث أتاح للناس اللعب أثناء التنقل. رقم 9. العديد من الألعاب الآن لا تقتصر على الترفيه فقط، بل أصبحت أدوات تعليمية مفيدة، مثل ألعاب ماينكرافت إديوكيشن إديشن التي تستخدم لتعليم الأطفال الإبداع والبرمجة. رقم 10. أول لعبة قتال تم إصدارها على الإطلاق كانت لعبة هيفي ويت تشامب التي طورتها شركة سيجا عام 1976. كانت لعبة ملاكمة بسيطة ثلاثية الأبعاد، حيث يتحكم اللاعب في ملاكم ضد خصمه. رغم بساطتها مقارنة بالألعاب الحالية، إلا أنها أسست الأساس لنوع جديد تماما من الألعاب، وهو ألعاب القتال. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا مضمون.com على اليوتيوب للحصول على كل ما هو جديد.